سمعنا عن شيء يسمى الشاذروان في الكعبة المشرفة، ما هو؟ وهل هناك مشاكل في الطواف فوق الشاذروان؟ الإجابة أن الشاذروان هو سفل الكعبة المشرفة. السفل يعني الجزء السفلي من الكعبة، هو بارز عن جدار الكعبة. يعني لو افترضنا أن هذه هي الكعبة المشرفة، الجزء السفلي من الكعبة بمقدار حوالي نصف متر بارز للخارج، يسمى بالشاذروان، سفل كما في البيوت. هذا جزء من الكعبة، وهواؤه يعني المسافة التي فوقه جزء من الكعبة. وأنت عرفت أيها المعتمر أنك لابد أن تطوف بالكعبة بالبيت، وأن يطوفوا بالبيت العتيق. يعني يطوفوا البيت العتيق يعني حول البيت العتيق. ولذلك قلنا لا يجوز الطواف داخل حجر سيدنا إسماعيل، لأن معظم الحجر من الكعبة. ولأن الشاذروان وهواؤه من الكعبة، يجب عليك أيها المعتمر أن تكون خارجا عن الشاذروان، فلا تطوف ويدك على الكعبة وتمشي ويدك على الكعبة، لأن يدك تكون داخل الكعبة، وأنت يجب أن تكون خارجا عن الكعبة عند طوافك حولها.